يلا السلام عليكم شباب، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيديو جديد بالقناة. راحا لطيور تقريبا ما شاء الله كل فيديو يروح واحد اثنين. هسه بقى عندي بس 6 طيور. هذا الفحل وهاي طيرته، والزواج ذني طيروا فحل، وهذا الفحل مالته الرماني راح مال هاي الدارسينية، وعندي بقى هذا الفحل. راح ازوج هذا الفحل على هاي الطيرة الدارسينية لان هذا طيرته راحت، وهذا زوجات، والزواج لهم طيروا فحل بس بعد من زوجات. وهاي الطيرة هسه بيضت، شوفوا هاي بيضتها هسه بيضتها. الخميس جبت دجاج سلكيات، جبت دجاجتين وديك السلكي اللي الشعر. فاول ما جبتهن بيهن بيض، وحده بيضت وحده لا، الجمعه بعتهن اني فبعتهن البيضه بيها. فهاي البيضه مال السلكيه بقت عندي. الكوشن بعتهن بس ما جبت بعد شي، ان شاء الله اجيب بس مو هسه. فبقت عندي هاي البيضه مال السلكيه بيضت نفس اليوم، راح ازرقها جوا الطيره. شوفوا راح اخليها ويا الطيره بلكه تطلع. هاي بيضه ناعمه همينه مو كبيره، خليها جوا الطيره بلكه تطلع. هاي اول بيضه بيضتها اليوم، ان شاء الله تطلع. تحضنها اكيد لان بيضه صغيره، مو تقول مال العرب عنها متخشنه، بيضه ناعمه. وجبت هذا القفص لطيور الحب، شنو رايكم بيه؟ قفص كبير، ارتفاع مترين، واجهته تقريبا مترين، 1.80 متر، نزال مالته متر، يعني حجمه كلش حلو. شوفوا طيور متونسات بيه. شوفوا طبعا الطيرة الأم كانت مبيضة بذاك القفص الصغير تعرفون. هسه خليتها هاي البارحة حولتها، خليتها بهاي الخانة، يعني ما طلعت، يعني بقت على البيض نايمة. بيضتين بس ما أعرف ملقحت لو لا. اليوم فحصت وحدة يمكن بيها انفجار دموي، ما أعرف لو واحد من الأفراغ زاوجة لو ما زاوجة أصلا، يعني بيضت بدون فحل. فتحت هاي الخانة اليوم لقيت بيها بيضة انكسرت وقعت في القاع زحلقت. فأظن مال هاي الطيرة لأن هاي كانت محملة بيض، هي الطيرة الكبيرة اللي ما ينافسها. هسه جواها بيضتين، ننتظرها كم يوم، بين أفراخ بين ما بين نسحب نكسرهن. هاي شوف القفص حجمه كلش حلو. هاي جبت معلف، هذا معلف، وهاي مطارة مال مي كبار يعني كفنن وزايد، يشيله تقريبا فوق النص كيلو دخن. وهاي الطيور بقى بعد بس ناقص اجيب قلوب اسحب له واير واخلي قلوب بالنص ضوء لهن. هسه خليت بي 2 4 7 بيوت، بقالات 7، وبعد عندي وحده مال ديك الطيره وفحل. اول ما خليتهن جنحن ثقيل لان هن اول ما فقسن عندي بذاك القفص الصغير، فما متعودات هيك مسافات. شوفوا عندي هاي ام عيون الحمر، شوفوا هم جاي تحفر هنا، هاي هناك كانت تحفر. هسه لزمت هاي لزم هاي البيت لزمت، هسه جاي تحفر هنايا. طبعا الام والاب اوبلاينات، بس شلون ذبن هولنديات ما اعرف. هاي الهولنديات طلعا عندي تقريبا 4 أو 3 ماتن، بس هالوجبه بقت بس هاي الطيره هولنديه هسه بقت عندي. هسه جاي تحفر هنا. وعندي هاي الفحل، هذا الفحل شفته يقمط هاي الطيره اليوم، يعني هم الزوجين. هاي الطيره عن قريب هم تبيض. وذني عندي زوجات، هاي الشكل برصاصي، يعني طيرة رصاصية ببيض، وهذا الفحل هم زوجات عندي. وذني اليوم شفت نزوجا، هاي الطيرة والفحل ذني واحد بصف الآخر. شوف القفص بها باب كبيرة من ناية، وهاي باب صغيرة. بس بعد مثل ما قلت لكم اسحب له واير منه، عندي موجود قاعدة مال قلوب، بس اجيب قلوب واير اخليه هنا بالنص لين اظلم يصير هيك وقت بعد يبدا ظلام، فما اخلينها اياه. الطيور بالله زرقت جوا هاي البيضة بلكت تحضنها.
شوف هسه طابت عسى ولا على البلكة يطلع لنا فرخ، عسى ما تنذب بالبيضة وآكلها. طلع ما طلع، بس هو بيضة صغيرة يعني تقدر تحضنها، يطلع إن شاء الله. مو تقولون بيضة مال العرب أو غير العرب خشنة، لا بيضات تفرق عن الطير شيء قليل. والله تجيب السلكيات كلش حلوات بس بعتهن، والدجاجات ثيناتن بياضات، والديك عمره حلو نصبته حلوة. بس حتى ما صورتهن لأن جبتهن الخميس بعتهن الجمعة هن والكوشنات هم والله بعتهن سعر رخيص، سيات حلوات يعني مرتبات مفولات مو بس مرتبات، بعتهن سعر كلش رخيص. وأصلا سوق الغزل أسعار الدجاج بيه كلش نازلة، يعني بس عندكم هسه دجاج العرب شوية صاعد، الزوج ب20، العفو التك ب20 زوج 35، بس باقي الدجاج يعني الاسبانيات على 60 و50 نصبة الحلوة يعني. وهاي الطيرة والفحل قلت لكم تعرفون جوا 4 بيضات الحمد لله 4 شادات، بس بعدهم ما انفقسات والله ما اعرف حسابي غلط كان، لان الافراخ بعد ما كاملات حسابي غلط اني. قبل شوية حاولتن بذاك القفص الكبير، الطيرة ما قعدت يعني عافت البقالة ما قعدت على البيض، فقلت ارجعهن من يفاكسن ويكبرن الافراخ ارجع احولهن. ليش حرامات البيض عمره كبير يعني ما باقي له شي يفقس، حراماتها مكسرهن وحراماتي تركنهن. فحاولتهن قلت خلي تفقس وكمل، ومن تكمل يكبرن الافراخ ارجع احولهن. رجعتها هنا قعدت على البيض الحمد لله. لهنا وينتهي الفيديو ان شاء الله من احول ذني وصيرا. شوفوا شلون يصير هاي الاقفاص، او اضمن احتاجن. انا قلت اجيب فناجس بس الفناجس ما يرمون يطير الحب، قلت اجرب اجيب زوجه من جوز اجيب زوج اجرب، اذا رهمن خيرا على خير، ما رهمن جوز اعزلن بذيك الخانه الكبيره اللي عندي الحديد كان بيطير الحب. سمان ملكي قلت هم اجيب بس ما لقيت، كلش قليل بالسوق وتعبانات. بعد خلينا نشوف شلون تصير. لهنا ينتهي الفيديو يا حبايب قلبي، اشوفكم فيديو جديد. لا تنسون الاشتراك بالقناة. مع السلامة.